الخروج من هذه الأزمة بدون تغيير المنهج. المنهج في تشكيل الحكومة من أغسطس اللي فات هو نفس المنهج بتاع العقود الماضية، نفس الطريقة. رئيس الجمهورية يجيب واحد، يجيب شوية وزراء، يختار هو معظمهم، وبعدين بعد شوية يغير كم وزير، ومحدش عارف هو ده بيجيب الوزير ده ليه، ولا الوزير ده بيخرج ليه، ولا هو عمل ايه ولا ما عملش ايه. هو نفس النظام، هو بيعاد انتاجه بشكل مختلف، وفي ظروف لا تسمح بهذا. يعني وبالتالي النقطة الأولى إنه لابد من الاتفاق على خطة هذه الحكومة، وبعد كده يتم الاتفاق على الأسماء، ترشيح أسماء من مختلف الأطراف. مين اللي هيقعد علشان نتفق على خطة الحكومة بناء عليها بعمل توصيف؟ في طريقتين. اللي هو نقدر نجيب مين علشان المشروع بتاعنا ده. في طريقتين، إنه تبقى في جلسة تقدم فيها كل الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، عشان بس طبعا ما نوسعهاش قوي، مش هندخل في 60 و70. أو إنه يبقى رئيس الجمهورية يتولى إنه الحصول على تصورات الأحزاب والقوى السياسية، ويبلور من خلالها خطة يعرضها على هذه الأحزاب والقوى السياسية. من يوافق عليه يوافق، ممكن يحدث نقاش. هذا كان المفروض يحصل من شهور. ده كان تصورنا للحوار ساعة ما كان في كلام عن الحوار الوهمي اللي اتعمل، انه يبقى بهذا الشكل. بدون هذا انت هتقعد تتكلم في هيمشي احمد ويجي الحاج احمد، وهتبقى نفس البداية. المشكلة الأساسية النهاردة إنه في مسافة كبيرة بين السلطة الفعلية والسلطة المفروض الرسمية. يعني أنا حتى هذه اللحظة أنا ما عنديش تفسير لإدارة البلد بهذا الشكل، والأزمة واضحة جدا، إلا إنه هذه الحكومة هي الشكل الرسمي للسلطة الموجودة في مكان آخر. نعم. وإنه الإصرار على أن الحكومة تبقى بهذا الشكل هو لهذا السبب، إن هذه الحكومة هتبقى يعني هتظل بهذا الشكل لكي تظل السلطة الفعلية في مكانها وتظل السلطة الرسمية. وإنه بالتالي أنا مش برضه ما عنديش تفسير لترك البلد تتدهور بهذا الشكل، لأن مفيش حد بيتولى سلطة إلا إذا كان المجتمع ميت خالص، وهو عارف إن المجتمع مش ميت. يعني حسني مبارك كان معتقد إن المجتمع ميت، وفعلا المجتمع كان يعني السياسة في المجتمع كانت ماتت لفترة كبيرة، فكان مطمئن بيدير البلد وتتدهور وهو مش قلقان. لكن لما أنا بدير البلد وعارف إن في قوة حية في المجتمع، وإن الناس ما بقتش تخاف، وإنه في مقاومة ومع ذلك أنا بأصر على هذه الطريقة في الإدارة، يبقى أنا تفكيري إن أنا مش مهتم بإصلاح البلد، أنا مهتم باستكمال الهيمنة عليها، وإن منهجي هو إن أنا أفضل إن أنا أسيطر لوحدي على دولة فاشلة أفضل، يعني أهيمن عليها بالكامل، أفضل من أن أنا أقود دولة قادرة على تحقيق النجاح. ما هي الهيمنة نفسها عايزة حكومة قوية تخليني هيمن بجد واخد مشروعية عند الناس. أنا هطلع فاصل، بعد الفاصل. ما هي الحكومة اللي بجد تتعارض مع الهيمنة، لأنه مفيش حكومة هتقدر تؤدي وتنجح إلا بتوافق، والتوافق هو عكس المقابل للهيمنة. ما هو ده هيودينا يا دكتور وحيد، وهرجع تاني بعد الفاصل عشان نتكلم في ده. جيب دكتور مرسي الصبح وهو رئيس ومن حقه أن يختار، ورشح اسماء للحكومه بعد. لا على فكره ده وضع مؤقت هم، او على فكره أيوة. عشان كده كان المفروض ان احنا لو في جديه، انه بعد كده ما هيبقى في مجلس نواب